عيشوا الحب مع ولاد بلادكم. عيشوا قصص الحب مع ولاد بلادكم وبنيو معاهم دقه دقه. علاش تمشيو تزوجوا الاجانب؟ ما حدك مازال صغيره ما غتعرفيش القيمه ديال ولد بلادك. سولي الناس اللي عاشوا تجارب. ولد بلادك يمضغك وما يسرطكش. بداي معها دقه دقه. علاش تمشي تنقزي وتشوفي البراني؟ علاش غادي تولدي مع انسان اللي يقدر واحد النهار يجي ويكون عندكم مع اختلاف ولا مع يعني مشاكل ويقدر يشد لك ولادك، وبغيتي ولا ما بغيتيش غاديهم للبلاد ديالو الام، بغيتي ولا ما بغيتيش. وهذا الشيء قالوا الحسن الثاني، قال نسبة نجاح الزواج المختلط هي نسبة قليلة، ماشي ما كايناش ولكن نسبة قليلة، وخصوصا إذا كانت البنت في مقتبل العمر، يعني في بداية العشرينات، ما تكونش عندها القدرة أنها تقيم الإنسان ولا تعرفوا واش صالح ولا ماشي صالح، وما تكونش عندها القدرة ولا التجربة أنها تعرف فين تحط راسها، تكون غير فرحانة بأنها غادي تزوج، خصوصا واحد الضغط يكون كبير عليها من طرف المجتمع. امتى نشوفك عروسه، امتى نشوفك عروسه، فهي تتبغي غير تفرح بداك قضيه انها عروسه. يعني راه صعيبه تزوجوا بولاد بلادكم، بنيو معاهم طوبه طوبه. الشرط الوحيد انه يكون ولد الناس وتكونوا تتبغيو بعضياتكم، وربي غيكمل عليكم وغيسهل عليكم، غتوصلوا لكاع الاحلام ديالكم الا كانت النيه ديالكم بجوج صادقه. فبارك ما نشوفوا قوه الزواج بالاجانب. راه هادشي راه تيضر في الخاطر. شفنا جميع الجنسيات ارتبطوا بهم. راه شوفوا هي نسبة ماشي تنقول كاينين الناس ناجحين، ولكن نسبة النجاح قليلة. والله العظيم راه انك تعيشي غربة في غربة راه صعيبة، انك تكوني متغربة على بلادك، سيرتو تحسي بها دابا في رمضان وفي العواشر وفي داكشي، ومتغربه في بلادك من بلادك، ومتغربه في قلب دارك مع شخص اللي تقاليده وعاداته وحياته وتفكيره وكل شيء متغير عليك. يلا رمضان مبارك.